ايه يا جماعة؟ ايه الحكاية مع الموسم الثاني من حلم اشرف؟ اللي حصل في الحلقة الأولى مش طبيعي ومش متوقع من أي افتتاحية في الدنيا، بصراحة حاجة مختلفة تماما. أول حاجة لازم تعرفها لو أنت من الناس اللي بتحب تتفاجئ، ما تفتحش أي تعليق على السوشيال ميديا قبل ما تتفرج على الحلقة الأولى. وطبعا قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين هنشترك في القناة وندوس لايك للفيديو ونفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. خلينا نحكي بصراحة، الحلقة الأولى من الموسم الثاني كانت قوية جدا جدا جدا، بصريا وإخراجيا. بصراحة شغل سينما، يعني يا جماعة مستوى صورة عالي جدا، كاميرا محترفة للغاية، إضاءة، مؤثرات، كله على أعلى مستوى، وكأنك بتتفرج على نتفليكس. وانت بتتفرج هتحس انك بتشوف فيلم مش حلقة في مسلسل. الأحداث مش واقفة، بالعكس الأحداث فيها حركة وحركة سريعة جدا، تطور الشخصيات موجود طول الوقت، وده في حد ذاته شيء مهم جدا، لأنه لما بترجع تتابع بتحس بكل شخصية انت عارف وضعها ومش محتاج تتوه في الأحداث أو تعيد حلقة من القدام عشان تفتكر. من أول لحظة هيرجع لك جو المسلسل القديم، جو حلم أشرف اللي كلنا انبهرنا بيه. بصراحة من ناحية الإخراج شابوه، ده مش أي مسلسل تركي، ده قدر يوصل للمستوى بتاع الصورة والكاميرا والمؤثرات والموسيقى التصويرية كأنك في هوليود. كل حاجة محسوبة بالشعرة، كل مشهد وله تأثيره النفسي على المشاهد. يعني حقيقي لو انت ناوي تعمل دراما تركية مستواها عالي بهذا الشكل لازم تتعلم من الحلقة دي. الموسيقى التصويرية متغيرة بشكل كبير، وده بيدي لك انطباع جديد عن الموسم، انطباع حلو كده، تحس ان الشخصيات بيتنفسوا مع الموسيقى. بالنسبه للسيناريو يا جماعه، الحلقه الاولى مش مجرد افتتاحيه، ده هي فيلم في حد ذاته، بدايه احداث، تطور شخصيات، حبكه قويه، واسرار من الماضي، وكمان ضايف عليهم شخصيات جديده وشخصيات بنفتقدها. كل شيء موجود. من رأيي إن الحلقة الأولى كانت بصراحة ممتعة من أول مشهد لآخر مشهد. التطور موجود بس مش استرجاع للماضي، لكن كمان خطوط جديدة ظهرت فيها انتقام وغموض، وكل شيء محبوك بطريقة ذكية جدا. حتى الشخصيات الجديدة ممتازة جدا، بعضهم جاي يضيف للصراع وبعضهم كان ليه تأثير مباشر على الحبكة. الأحداث ماشية بشكل سلس ومتسلسل وناعم جدا، ولكن بدون مط أو تطويل. أما بالنسبة للشخصيات طبعا هنبتدي بشخصية أشرف، شخصية كاريزماتيك بشكل غير عادي. من أول الحلقة بتشوفوا إزاي بيتعامل مع الأحداث، وده بيأثر على كل شخصية حواليه. أما نيسان بقى بتحس إنها بتلعب لعبة ذكية جدا، انتقام وغموض وفي نفس الوقت حب، كل ده بيزود من التشويق وبيخلي المشاهد متفاعل جدا مع الحلقة. أما بقى بالنسبة للحلقات الجاية أنا ليا كده شوية توقعات. كنان يا إما هيموت يا إما هيخون، واحدة من الاتنين لازم تحصل. الشخص الجديد اللي انضم واضح انه مخبي وراه اسرار كبيره جدا متعلقه بفكره الايتام ويعقوب بابا. اما بقى بالنسبه لصراع نيسان واشرف، ده هيكون في قلب الاحداث، وفي احتماليه كبيره انه يحصل تحالفات جديده غير متوقعه على الاطلاق. وصدقوني انا متاكد ان الاحداث اللي جايه هتكون مليانه تشويق ودراما وحب وغموض، كل شيء متوقع هيكون موجود وان شاء الله هيكون ممتاز. ونيجي بقى للجزء اللي انتوا بتحبوه، التقييم النهائي للحلقه من كل النواحي. الحلقه الاولى من الموسم الثاني لحلم اشرف من وجهه نظر سقراط 9.5 من 10. حلقه قويه جدا، احداث محبوكه. وبكده يا جماعه هنكون خلصنا مراجعتنا لحلقه البدايه في الموسم الثاني من حلم اشرف. المسلسل لسه مكمل والحكايات كمان مكمله، لكن سقراط هو اللي عنده الحكايه الصح.